لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء 10 من محرم، قلنا 9 من ذي الحجة عرفة، وال10 من محرم يسمى عاشوراء، وجدهم يصومونه. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سأل عن هذا اليوم ليش يصومونه اليهود؟ قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال النبي نحن أحق بموسى من اليهود، نحن أحق منهم بصوم هذا اليوم، فصامه وأمر الناس بصيامه، كان واجبا فصار مستحبا بعد فرض رمضان، فصام الناس عاشوراء. قال عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية. يوم عرفة 2، يوم عاشوراء سنة كاملة من الذنوب الصغائر والخطايا الكثيرة التي ملأت صحائفنا، تكفرها ويكفرها صوم يوم. ما أعظم هذا الدين وما أجمل هذه العبادات. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه آخر سنة، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني ما أصوم فقط عاشوراء، أصوم 9 من محرم حتى يخالف اليهود، لكنه ما بقي صلى الله عليه وآله وسلم.